3 لاعبين هلاليين وحائط صد كوري وسيرجيو تاكاهارا لقاء الابطال وخطيرة وهدف التعادل لناكاياما. هدف التعادل لناكاياما في الدقيقة 17. ناكاياما دقيقة 17 بيسجل هدف التعادل. اذا في هدوء وهذا الجمهور الياباني. وهدف لناكاياما هداف الفريق 37 مباراة دولية ووصاحب ايضا شوف تتمرر. وناكاياما بيسجل في مرمى ضيع هدف التعادل في مرمى الهلال. اذا هدف لسيرجيو وهدف لناكاياما في الدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الاول. هذا لقاء الكبدة والدوخي بيقطعها كرة في الوسط وعمر الغامدي ومنقولة للامام والشريدة بيقطعها وخطيرة وتتسدد. والهدف الثاني تاكاهارا بيسجل الهدف الثاني في اقل من دقيقة. في دقيقة بيسجل هدف التعادل وتاكاهارا بيضيف الهدف الثاني. تاكاهارا بيضيف الهدف الثاني لتاكاهارا في دقيقة 18 لنادي جابليو الياباني. في ضعف في التغطية الدفاعية لخط الدفاع الهلالي وربما لم يكن اليوم خط الوسط يساند خط الدفاع ويقفل المنطقة لأنه واضح أنه في ضعف وخاصة من العمق. خميس بيقوم بدور كبير في كثير من المباريات في تغطية متوسطي قلب الدفاع الشريدة وأحمد خليل. اثنيان بيحصلها من على الخط. سامي بيحاول يمر مع المدافع الياباني بيتراجع لخميس بيقولها خميس في اليمين لعبد الله المطرف الى الدوخي من ناحية اليمين بيعليها وخطيرة. الأول الإضافي
سامي الجناح الايسر بيمر سامي من فوجيتا وبيحاول يمر وبيعدي سامي وبيعدي وبيلعبها فيها الذي أكد قدرة الشباب السعودي على التألق والتفوق في الساحات العالمية والقارية. الهلال السعودي بطل آسيا، الهلال السعودي بطل آسيا. شوف سامي الجابر، سامي الجابر والله تستحق الاحتراف يا سامي. تحرك من نص الملعب الشمالة وأدى بمهارة فردية من صدقي وحطها الشمالة إلى سيرجيو اللي بيسجل الهدف الذهبي والهدف الثالث لسيرجيو. شوف سامي، شوف سامي، شوف سامي من منتصف الملعب بيعدي من الأول وبيمر بكل ذكاء وذكاء ودهاء وبيمرر هدف التعادل، هدف الذهبي، الهدف الذهبي. يا سلام، يا سلام عليك يا سامي، يا سلام عليك يا سامي. يلوموني فيك، يلوموني فيك يا سامي. الله، إذا من يقف خلف هذه الإنجازات